هناك فراق، هناك اعتقال، إيداع المسمات مدامهم بن شقرون، إيداع سجن أصيلة المحلي المخصص للنساء، وأيضا فصل المسطرة ديال الابن ديالها المسمى آدم الملقب إعلاميا بالملون، إحالته على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة. وسوف نلتحق الآن من أجل حضور مجريات تقديم والاستنطاق في حقه أمام السيد وكيل الملك. أما بالنسبة لهذه المسمات بن شقرون أو مدام بن شقرون، فقد أصدر في حقها السيد الوكيل العام مشكورا بمحكمة السينات بطنجة صك اتهام أحالها بمقتضى على السيد قاضي التحقيق هنا بالمحكمة السينات بطنجة. وهذا الصك ديال الاتهام يعني اش غادي نقول لكم، حقيقة أثلج صدري، لأنه تضمن عدة مقتضيات من القانون الجنائي وكلها انصبت على الشكاية اللي قدمنا للسيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء. إذن أسفرت التقديم والاستنطاق ديال أمام السيد وكيل الملك صباحة اليوم على الاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي للاتجار واستغلال دعارة الغير، الاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والمرتكبة من قبل الأصول، معناها هي لأنها بالتالي تعتبر من الأصول في إطار عابر للحدود. أعيد دعارة الغير، استغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والمرتكبة من قبل الأصول في إطار عابر للحدود الوطنية، والمشاركة في إنتاج ونشر وبيع وحيازة مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية يعني أن أحد الأبوين يلحق ضرر بالغ بأطفاله أو بأطفالهم، أو من شأن إظهار هذه الأنشطة الجنسية من قبل أحد الأبوين إلحاق ضرر بالغ بالأطفال نتيجة إعطاء القدوة السيئة في سوء السلوك والتقصير في الإشراف الضروري من ناحية الأخلاق. ثم تهمة أخرى بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. تهمة أخرى الإخلال العلني بالحياة عن طريق العري المتعمد، البدء في الإشارات والأفعال، ثم أخيرا القذف والسب العلني، ثم العنف. الفصول المعتمدة في قرار الإحالة في المطالبة بإجراء تحقيق أو الاتهام الذي سطره السيد الوكيل العام وأحاله على برفقة المحقق معها المسمات مدام بن شقرون، وحيل على السيد قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مفصل حول كل هذه الاتهامات. المواد المعتمدة 448 الفقرة 1 3 4 5 من القانون الجنائي، المادة 503 المتعلقة بالدعارة، المادة 448 كما قلت سلف الذكر المتعلقة بالاتجار في البشر، 482 483 المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، الإخلال العلني بالحياء، 402 قضية التحقيق للإشارة استغرقت عملية التحقيق ما يزيد، راكم منتظرة من الصباح تقريبا، يعني دازت تقدمت أمام السيد الوكيل العام مشكور واستنطقها وحال تقريبا من 3 ساعات أو 4 ساعات من أجل الاستنطاق ديالها استنطاقا ابتدائيا.